أسهل وألذ حلوى اللي تقدروا توجدوها البنات في 5 ديال الدقايق بلا طياب بلا تمارة، بنينة بنينة بزاف، المذاق ديالها كيجي رائع، أنا متأكدة غادي تعجبكم، تبعوا معايا المقادير والطريقة ديال التحضير. غادي نحتاج الكوك، أنا عندي بحال هكا الكوك مهم يكون بهذا الشكل هذا، من بعد غادي نحتاج نسلي، الحليب المركز محلى، غادي نخوي على داك الكوك ومن بعد غادي نخلّط، ما غاديش ندير ديك الكمية كاملة، خلطوا الأول البنات شوية على حساب شحال عندكم تاع الكوك، خلطوا الأول شوية حتى يبان ليكم تجمع، إلا ما تجمعش زيدوا، تبقاو تزيدوا زيدوا الكمية الأخرى اللي بقى لكم، المهم ما تخويوش دقة واحدة حيت ما خصوش يجي عاود داير بزاف جارية العجينة، خصها تكون واخا متلبسة بكلشي ولكن قابضة القوام ديالها. صافي غادي نخلّط مزيان حتى يدخل ليا داك أنا درت العلبة كاملة. غادي نخلّط حتى يتجانس ليا الكوك مع داك نسلي، مع داك الحليب المركز، من بعد ناخد واحد المعلقة، المهم يكون بحال هكا القوام، المهم من تكوروها تجمع تجمع بحال هكا، ما تبقاش مفرتة، المهم خصها تكون كتجمع، صافي غادي نبدي كنكوّر بحال هكا وكنحط على جنب باش من بعد غير نديرها في الشيكولة. البنات إلا مبغيتوش يلصق ليكم هذاك الخليط في اليدين ديالكم، دهنوا بشي ديال الزيت راه ما كيبقاش كيلصق، دهنوا بشي ديال الزيت وديروا شوية شوفوا صافي شتي كنكورها ما غاديش تبقى تلصق، هكا باش تساعدكم في الخدمة ديالكم ما تبقاش تلصق لكم في اليدين وتعذبكم. صافي غادي نكمل بنفس الطريقة حتى نسالي الخليط ديالي كامل. من بعد ناخد هاد الشكلاطة البنات، هاد الشيكولا هادي أنا عندي شوكولا نواغ، تقدروا ديروا أي شيكولا عندكم تاع الحليب ولا شكلاط كحل، ولا تقدروا ديروا حتى الشكلاط الأبيض، الشيكولا البيضاء حتى هي تقدروا ديروها على حساب نتوما شنو كيعجبكم، واش كيعجبكم البيضا ولا اللي مع الحليب أو أو شوكولا نواغ، كاملين كتجيبيهم زوينة. خديت الشوكولا دوبتها في حمام مريم و وخديت هاد الكويغطات هادو اللي بهاد الحجم هذا كيكونوا صغار، وغادي نبقى نغطس الكوك ديالي ونحطو هكا في كويغطات. تقدروا البنات يا إما تحطوهم ديريكت هكا في كويغطات، وتقدروا تحطوهم على جنب، تاخدوا شي بلاطو وديروا عليه ورق الزبدة باش ما يلتصقوش ليكم، وتحطوهم عليه حتى تبرد، ومن بعد حيدوا هاديك الجوانب اللي كتكون متبقية نتاع الشكلاط، وعاد ديروا في الكويغطات ديالكم، عاد عمروهم في الكويغطات. أنا غادي نديرهم ديريكت ولكن من الأحسن إلا بغيتو يكون الشكل ديالهم أحسن، من الأحسن نديرهم بوحدهم على جنب حتى يبردوا، حتى تقادوهم عاد ديرهم في الكويغطات. صافي غادي نكمّل بنفس الطريقة البنات حتى نسالي الآخر ديالي كامل. من بعد البنات غادي نجيب الكوك، تبقاو ديروا 2 ديال الحبات أو 3 وأنا غادي نزينهم هكا بالكوك من الفوق، تقدروا تزينوهم باش ما بغيتو، تقدروا تاخدوا شكلاط بيض وديروا خطوط، تقدروا غير الشكلاط الكحل اللي يبقى ليكم حتى هو ديروه خطوط، تزينوهم بالفوق خطوط، أنا فضّلت نزينها بالكوك باش يبان بلا الحلوة نتاع الكوك هادي، وكتجي وكتجي البنات بهذا الشكل هذا، والمذاق ديالها البنات خطير، أنا بعدا كنحماق على هاد الحلوة هادي، كتجي رائعة، وأنا متأكدة وليداتكم غيحماقوا عليها كذلك. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة نتاع اليوم والفيديو نتاع اليوم، وإلا عجبكم ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الجميلة، وشاركوها مع الأصدقاء ديالكم والأحباب ديالكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.